شد الكيلو معلم؟ 150. راح على 40 قرص. مالك صايم ليش؟ ان شاء الله جاي تاكل. مرحبا يا جماعة، اليوم الفيديو مختلف. راح نروح نعمل فتلة بأسواق مدينة عزيز ونفرجيكم الأجواء الرمضانية أنا والغزال، وراح ناخذ معنا المسيو أبو عادل. اتصلت فيه قال لي هو عند الحلاق، فراح نروح ناخده ونكمل المشوار. ايش عم تعمل فراي؟ مرحبا خالد، بتعرف لمن هاي السيارة؟ لمين هاي؟ لا أبو عادل. للمعلم هاي؟ سيارات ومصاري مقفولة. روح فوت لعنده. هلا والله حديث. ايش اسمها؟ تويوتا هي لشفت شيء 10000 دولار. هلا على الحداثة. بدي فوت لعنده. فوت لعنده. السلام عليكم. مرحبا. دائما عم بتصير. الله ينعم عليك. بص ايده. هاي المعلم هو عند الحلاق. لعيب المعلم. ايش عم تعملوا؟ وين رايحين؟ بدنا ناخذك معنا مشوار. قوم. امشي معي. يا جماعة، بعد ما حكينا مع بعض اللي عدينا عليه على الحلاق جبناه قبل ما يحلق ليكو صار معي. فهلا نحن حابين ننزل على السوق ونشوف ايش قد بتكلفنا الطبخة ليوم واحد وطبخة واحدة برمضان، وتحديدا من مدينة عزيز. انا بنصحكم لا تروحوا لان شيء غالي بالنار يا جماعه. انا رايح هلا انزل اجيب طبخه واحده وقدام عينكم راح احاسب وشوفوا ايش قد تكلفنا. ايوه الروس المسدد عليهم والمعادن اجلناها والله. لا اجلناها بكره. هو الدعم يا اخي. ليش ما ناكل الله؟ مش بدي اخذ دعم. ناخذ كله منك انت. هو بعطمه هو بعطمه. اول ما شفتوه قال يمكن جيبوا كيلو. الله سوى دوتشك بس. طيب اعطينا كيلو كبابي. يلا حاضر. بدي اياها لحمه صينيه تدب بالتمر. ذهب ماشي. طلع لي منها هيك شوي قيمه مشان تعرف انت. خالص معلم. شو قد معلم؟ 350. خلوكم معنا لاخر الفيديو، بدنا نشوف شو قد تكلفنا طبختنا اليوم. الله يرزقك. حالي خالد. يلا حقونا. شد الكيلو معلم؟ 150. راح على 40 قرص. مالك صايم ليش؟ ان شاء الله جاي تاكل امشي. يا معادل 50. اي والله. اوف ليش؟ والله اليوم جبنا ب 43 وسقنا اليوم معادل والله بس غالي. يا جماعه عن جد كل شيء غالي، الله يساعد الفقير. بدي كيلو. بدنا كيلو. هذا كيلو معلم؟ يا جماعه 3 بنجانات ب 50 ليره. عبينا كيلو بندوره، شكل بندوره كمان؟ 20. سجل 20. لنشوف الطبخه ايش قد بتوصل حقها اليوم. سوق يا ابو عادل حسيت؟ بس لانه شوي يعني بطلق 30. يا عروسي يلا. حط لهم شويه ليمونات مشان هذا الفلفل معلم. بطلت بدي فلفل. 80 ليره موز. اعطينا باط نعناع. شمها خالد. اوه ريحان. قصار معلم. كيلو بندوره وكيلو بنجان 130 ليره. 100 سجل 130 ليره. سجل يا ابو عادل 130. تفضل. بدي اشوف شو قد تكلف الطبخه اخر النهار. اخذت لحمه ولا ما اخذت؟ اخذت لحمه. هناك بتكلف اذا ما في لحمه. اذا زيت نباتي ما تكلف. السلام عليكم. انا وانت هو. تبشر. مرحبا. يبقى بربط له التم وسلف. ابو ناصر شو دعمت بيها السوق؟ 20 وب 15. اعطينا كيس. اهلا وسهلا. تفضل. هذا اطيب سوس عندنا هون بالسوق عند ابو ناصر. اهلا وسهلا. عبينا كيس سوس معلم. اهلا وسهلا. ايه على سوس. اهلا وسهلا. شو حقه هذا؟
15 ليره اعطيني خيوط. 15. وهي هديه مني لكم انا اسوي. لا ما اهلا وسهلا. نحن عم نطلع يا عم بنصير. بالسلامه. نحن بهذا الفيديو عم نوضح للعالم شو عم بتكلف الطبخه. ايش عارف؟ عرفت شلون؟ ايش عارف؟ بدنا نشوف الفقير ايش عم ياكل. ايش عارف؟ تفضل يا خالد. 20 ليره. شباش منهم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. حط اللبن. الصغير بقى 25، الكبير 8. والغنم. الغنم الكيلو 50 ليره. يا سلام هذا يتاكل. اعطينا بقر لاني في غير بجوز يقول لك بدي غنم وانا بدي اكل بقر. هذا البقر تمام. شو حقه هذا؟ هاي عم ناخذ اقل تكلفه. بدنا نشوف اخر الفيديو شو رح تكلف الطبخه. يا جماعه مثل ما بتعرفوا اخذنا سطل لبن حقه 25 ليره، واخذنا كيلو لحمه و130 ليره خضره، واخذنا كيس سوس، وراح ناخذ المعروق عند اظن. تفضلوا. وهي المرحله الاخيره جينا ناخذ معروق من هون. بتعرفوا انتم معروق هو اكثر شيء هون بالمنطقه. تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. معلم بدنا قرص معروق شو حقه؟ ماشي صادق. ساده. صادق معك من 10 ل 60 70. ايوه يعني هلا بدنا وسطي. وسطي 40 ليره 30 ليره. تمام. اعطينا قرص معروق. لفتنا ناخذ قرص معروق. خلينا تقول معي ليش؟ قلت لك واقف برا. انا بحسب لك يا اعطينا قرص معروق. يا جماعه هذا القرص المعروق الاصلي. تفرجوا بس شفتوه هيك يعني معناتها دعم اظن. فرجوا يا شباب. فرع عزاز اظن. لون ما وصيام لاكل 5. دير بالك ولاكا. حطوا لنا 5 ليره. ارخص من هيك ما عدى عليك. تفضل. مو تاكلوا. والله خلصنا. خالد لك ايش عم تستنى ابو عادل؟ لك عم بستنى خالد الله ما اجى. وينه؟ شغله. لك وين كنت؟ بس هو كنت عم ارتاح. انا ارتاح. تعبت. تعبت؟ ايه خلص تعبت. خلص قلت لك خليك جنبي. مشي اطلع بالسيارة. اطلع. حطوا الباجاج. طلع خالد. ايه يا جماعه ولهون بتنتهي حلقتنا لليوم. حبينا ننزل ونعمل لكم جوله بالاسواق وتشوفوا الاجواء الرمضانيه، بس طبعا ما اخذنا راحتنا بالتصوير، شفتوا من كتر الزحمه والعجب. فنحن حبينا نتقصدنا بهذا الموضوع انه رح نشوف ايش قد بتكلف الطبخه بسوريا وتحديدا من مدينه عزاز. ابو عادل احكي لنا عن الموضوع، ايش قد كلفتك طبخه بشكل عام؟ يا جماعه انا اليوم ما عملت طبخه، انا عملت اكله واحده بس، هي لحمه بصينيه. عرفتوا شلون؟ كلفتنا 585 ليره.